بس اقول لكم ايه، دي بلد خلاص ما بقاش فيها اي امل. ما هو ده خدناها كده. طب نعمل ايه يا عمرو؟ مين اللي حرمنا من الامل؟ مين اللي حرمنا من الحياة اصلا؟ مين المجرم اللي حرم مصر وشباب مصر من اي امل في الحياة وخلاهم يرموا نفسهم في البحر علشان يهاجروا، طهقانين من امثالك ومنك يا استاذ عمرو؟ سابوا مصر، سابوها من سنوات طويلة، ارتضوا بالذل في بلاد الغربة، إلا أن يروك وانت مطبلاتي ومزمراتي وقاعد تشتغل مع الرقصات والغوازي. عشان كده يا أستاذ عمرو حقيقي ما كانش عند حد أمل، احنا بس اللي كان عندنا أمل في الله. احنا بس الناس اللي بيحبوا ربنا أبدا لا يقنطوا من رحمة ربهم سبحانه وتعالى.